يا جموع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا قيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي برنامج شباب الصحابة. في بداية هذه الحلقة أرحب بكم جميعا، وأرحب بمن يصحبني في تقديم هذه الحلقة أخي وزميل عبد الرحمن. حياك الله عبد الرحمن. حياك الله أخي أنس، وحيا الله المتابعين الكرام. حلقة جديدة ويوم جديد في المسابقة الرمضانية الكبرى شباب الصحابة. هذا البرنامج الذي يأتيكم كما تعلمون من استديوهات قناة سلام، ونذكر أيضا بطريقة سير الحلقات وسياسة هذه المسابقة. بإذن الله سوف يكون معنا كل يوم صحابي أو صحابية، ونتحدث عنهم دون ذكر أسمائهم، وما عليكم سوى معرفة هذا الصحابي أو هذه الصحابية، ثم الإجابة عنها إما بالاتصال عبر الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة، أو عن طريق التعليقات سواء في صفحتنا على الفيسبوك في البث المباشر هناك، أو على صفحتنا في اليوتيوب، أو على قناتنا في اليوتيوب في البث المباشر هناك أيضا. نستمع إلى طريقة توزيع الجوائز مع أخي أنس. طبعا أخي عبد الرحمن، الجوائز كالمعتاد تنقسم إلى مسارين. المسار الأول هو مسار الاتصالات عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة. قيمة الجائزة في الاتصال هي $400. وأما المسار الآخر فهو مسار التعليقات عبر صفحتنا في الفيسبوك وعبر قناتنا في اليوتيوب. وقيمة جائزة التعليقات هي $350. نعم. ننتظر مشاركاتكم واستفساراتكم ونسعد بتواصلكم معنا. لعلنا ندخل أيضا في موضوعنا لهذه الحلقة يا أنس، وهو موضوع شيق يهم الكثيرين من المسلمين أو المجتمع الحالي، خصوصا المجتمع الإريتري، ألا وهو الهجرة في سبيل الله. يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. ومن هنا يعني نعلم أو نستنبط أن موضوعنا لهذه الحلقة هو الهجرة في سبيل الله. نعم. أيضا أخي عبد الرحمن، يأتي في تفسير هذه الآية هو المعنى أن الذين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا طالبين وجه الله عز وجل من بعد ما ظلموا. هاجروا وخرجوا من ديارهم طالبين وجه الله عز وجل من بعد ما وضع عليهم الظلم. وقد نزلت هذه الآية طبعا أخي عبد الرحمن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ضيقت عليهم قريش وظلمتهم وأخرجتهم إلى الحبشة، حيث الملك لا يظلم عنده أحد، اللي هو ملك الحبشة. نعم. ولعلنا قبل أن نأتي في تفاصيل الهجرة دعنا نعرف مصطلح الهجرة يا أنس. عندما أذكر لك شخص هجرة، ماذا تفهم من هذا المصطلح؟ عرف علماء النحو أن مصطلح الهجرة يأتي بمعنى الانتقال من مكان إلى آخر بغرض إما الاستيطان أو الإقامة، وكلاهما يأتي بنفس المعنى. هذا عندما نأتي في التعريف اللغوي. أما في التعريف الاصطلاحي أو التعريف كمصطلح الهجرة في سبيل الله عز وجل، فهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. فالمسلمون عندما هاجروا إلى الحبشة كانوا مهاجرين في سبيل الله، راجين ما عند الله، خرجوا من بلاد مكة التي كانت موطن قريش وبلاد الكفار، وهرعوا إلى الحبشة، ومن ثم هربوا إلى المدينة. فكلتا الهجرتين تعتبر هجرة في سبيل الله. نعم. أيضا أخي عبد الرحمن، لو قمنا بعكس الهجرة على واقعنا المعاصر، تجد أن الهجرة إلى الله ما زالت مستمرة. بمعنى الهجر في المعاصي وملزمات الحياة ومهاجرة إلى الله عز وجل، ويدخل ضمن ذلك الكوكبة.
كما مذكور في النص. أيضا سبحان الله تجد أن الهجرة إلى الله ما زالت مستمرة وأمدية لن تقف. الهجرة إلى الله مفتوحة في أي وقت. فسبحان الله الواحد يهجر المعاصي وملزمات الحياة. نعم. وأيضا كما ذكرت أنها مستمرة، أي يظن البعض أنها يعني مرتبطة فقط بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو يعني كان في زمانهم الهجرة يعني أشبه ما تكون بالواجب أو أشبه ما تكون بالحاجة إليها، أصبحت ملحة عندما كان الصحابة يعذبون في مكة فاضطروا إلى أن يهاجروا. فيظن البعض أنه خلاص انتهى زمن الهجرة في سبيل الله، وهذا كلام غير صحيح. الهجرة كما ذكرت هي مستمرة إلى يوم القيامة. قد يقول البعض كيف أنا أهاجر في هذا الزمن، يعني يقول أنه ممكن نعيش في أي بلاد. نقول له يعني أنت بمجرد أنك هاجرت من مكان إلى مكان راجيا ما عند الله عز وجل وخوفا على دينك فأنت مهاجر في سبيل الله، أيا يكون هذا المكان، أيا يكون هذا المكان، وأيا يعني يكون السبب، ما دام أنك مهاجر إلى الله عز وجل، وما دام أنك ترجو ما عند الله، فأنت تعتبر مهاجرا في سبيل الله. لعلنا يا عبد الرحمن أو عفوا يا أنس ندخل في صحابيتنا لهذه الحلقة ونستنبط من موضوعنا أنها صحابية عظيمة أولا، ثانيا أنها هي تعتبر أول مهاجرة في الإسلام، يعني أول من هاجرت من الصحابة من النساء في الإسلام بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أول هجرة لها إلى المدينة. فيعني صحابيتنا هذه الحلقة مثال حي للتضحية والمبادرة في فعل الخيرات. نعم. أيضا أخي عبد الرحمن قال الله عز وجل عنها في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. قال الله عز وجل عنها في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. فسبحان الله السورة هذه أو الآية هذه نزلت في صحابيتنا الجليلة لهذه الحلقة. نعم. ويذكر يا أنس أنه لا يعلم في التاريخ الإسلامي امرأة هاجرت من بين أهلها ووالديها لوحدها وهي امرأة، يعني الامرأة يغلب عليها الضعف ودائما تستعين اما ب يعني اخوانها وبزوجها وابنائها وما شابه ذلك، لكنها خرجت لوحدها. انظر الى قوة ايمانها وقوة شخصيتها، خرجت لوحدها من مكة الى المدينة واهلها يعلمون عنها، يعني اهلها أهلها لا يعلمون، وإنما يعني لم تستأذن منهم مباشرة، هربت إلى المدينة ودون علم أهلها، وما خافت وما قالت أنا امرأة قد يصيبني شيء في الطريق، قد أنا أهلي ممكن يلحقون وراء مثلا أو يدورون علي. لا، هربت ترجو ما عند الله عز وجل. فانظر إلى عظم شجاعتها وقوة شخصيتها. نعم. أيضا استكمالا لحديثك أنها نجحت في ذلك الامتحان عندما خرجت، وسبحان الله حيث يوم خرجت ما كانت خروجها من أرضها حبا لله ورسوله وليس طلبا للدنيا أو زينة أو متاع زائل. نعم. لكن أخي عبد الرحمن دعنا نستقبل اتصال أول ونعود إليك إن شاء الله. نقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، حياك الله. من معي ومن وين تكلمني يا أخي الفاضل؟ معك أسامة إدريس يا أخوي. يا مرحبا، حياك الله أسامة إدريس. من وين تكلمني يا أخي أسامة؟ والله كلمت من اسطنبول. يا مرحبا، حياك الله أسامة. هل عرفت الصحابية لهذه الحلقة؟ إيه نعم. تفضل. صحابية اليوم إن شاء الله اسمها أم كلثوم بنت عقبة. أم كلثوم بنت عقبة، نتمنى لك حظا طيبا أخي أسامة يوم الجمعة بإذن الله عز وجل. شاكر لك ومقدر. طيب دعنا نعود إلى محور حديثنا، وهي الصحابية لهذه الحلقة. يذكر أنها عندما هربت بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عرف أهلها وعلم أهل مكة بذلك، فخرجوا طالبينها أنه يعني أعيدوها إلينا. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: أوفي بوعدك، أنت وعدتنا أن تعيد كل شخص يهرب أو يهاجر إلى المدينة دون علمنا أو دون استئذان منا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوفى لهم بذلك.
من عظم يعني مكانة هذه الصحابية أن الله أنزل فيها آيات تتلى إلى يومنا هذا. وفي سورة الممتحنة أنزل الله فيها عز وجل كتابا يتلى إلى يوم القيامة بسبب عظم ما فعلت، أنها تركت مكة وهاجرت إلى المدينة راجية ما عند الله عز وجل. نستقبل ثاني اتصال في هذه الحلقة، نقول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، من معي من تكلمنا يا أخوي؟ معك عمار محمد من اسطنبول. ما شاء الله أخي عمار، يا مرحبا. عمار، هل تعرفت على الصحابية لهذه الحلقة؟ صحابية جليلة أم كلثوم بنت عقبة. الصحابية الجليلة أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها. شاكر لك أخي عمار، ونتمنى لك حظ طيب. الاتصال الآخر وضيفنا آخر، نقول السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم أخي، هل تسمعني؟ طيب ناخذ اتصال آخر، نقول السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ناخذ اتصال آخر، نقول السلام عليكم. أخي هل تسمعني؟ عليكم السلام. اسمعني يا أخي من الجوال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. من معي؟ معك سامي محمد. سامي محمد، يا مرحبا، حياك الله يا أخي سامي. من وين تكلمني يا أخي سامي؟ الله يبارك. من اسطنبول. يا مرحبا، حياك الله أخي سامي. هل عرفت الصحابية لهذه الحلقة؟ أجل، أم كلثوم بنت عقبة. أم كلثوم بنت عقبة. نتمنى لك حظا طيبا أخي سامي يوم الجمعة بإذن الله عز وجل. وإلى اتصال آخر ومتسابق من جديد، نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أخي الفاضل، من تكلمنا؟ اسمي عبد الله عبد العليم من بريطانيا. عبد الله عبد العليم من بريطانيا، حياك الله أخي عبد الله. هل تعرفت على الصحابية لهذه الحلقة أخي عبد الله؟ اي نعم، صحابية أم كلثوم. الصحابية أم كلثوم بنت عقبة. الصحابية الجليلة أم كلثوم بنت عقبة. شاكر لك أخي عبد الله، ونتمنى لك حظا السلام طيبا. عليكم. الاتصال الآخر، نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا، من معي؟ أريج محمد عبد الله. يا مرحبا، حياك الله أختي أريج. هل عرفتي الصحابية لهذه الحلقة؟ نعم، أم كلثوم بنت عقبة. أم كلثوم بنت عقبة. نتمنى لك حظ طيبا أختي أريج إن شاء الله. إلى اتصال آخر وضيف جديد، نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الفاضل، من معي من تكلمنا؟ معك مهند طارق من السودان. مهند طارق من السودان، حياك الله أخي مهند. هل تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟ نعم، أم كلثوم بنت عقبة. الصحابية الجليلة أم كلثوم بنت عقبة. شاكر لك أخي مهند، ونتمنى لك حظا طيبا في بقية الحلقات. مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأفاضل، ما زلنا وإياكم في النيل من هذه السيرة العطرة لهذه الصحابية الجليلة، لكن كونوا معنا فاصل قصير ونعود إليكم. وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. رغب النبي عليه الصلاة والسلام في التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خاصة في الليالي الوترية منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وبغروب الشمس اليوم 26 من رمضان تدخل ليلة 27، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجمع أهله ونساءه والناس فيها، فيقوم بهم حتى السحر. بل كان عمر وحذيفة رضي الله عنهما لا يشكون أنها ليلة 27، حتى أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف لا يستثني أنها ليلة 27.
فعلى المسلم أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وأن يكون في ليلة 27 أشد اجتهادا. وكذا من قصر فيما سبق من الليالي، فهذه الليلة المباركة فرصة ليتدارك ما فاته. عسى الله بواسع رحمته أن يوفقه لليلة هي خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، ونذكركم بسير حلقتنا هذه الحلقة. تحدثنا عن الصحابية هدية التي تعتبر أول صحابية هاجرت في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ونستكمل حديثنا عن هذه الصحابية مع أخي أنس. حياك الله أخي أنس. نعم، حياك الله أخي عبد الرحمن. ذكرنا قبل الفاصل بأن نزلت عليها آية في سورة التحريم، ألا وهي يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. فسبحان الله أخي عبد الرحمن، تجد أن هجرتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت أو خروجها من أرضها ما كانت إلا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولله عز وجل، وليس طبعا طلبا للدنيا أو لزينة أو متاع زائل. فسبحان الله هي ما خرجت من أرضها وموطنها إلا حبا لله عز وجل وحبا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وتركت كل متاع الدنيا الزائل ومتاعه. نعم، دعنا أخي عبد الرحمن نأخذ اتصال ونعود نستكمل الحديث معك. نقول السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. الو، حياك الله أخي، من معي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معي؟ أخي هل تسمعني؟ أيوة أسمعك. حياك الله، من معي؟ محمد علي. من وين تكلمني أخي محمد علي؟ من السودان. يا مرحبا، حياك الله أخي محمد. هل عرفت الصحابية لهذه الحلقة؟ أيوة تفضل. أم كلثوم بنت ألو، أسمعك يا أخوي. ألو، أسمعك. أم كلثوم بنت من؟ ألو أخي هل تسمعني؟ ألو، أم كلثوم بنت عقبة. أم كلثوم بنت عقبة، نتمنى لك حظا طيبا أخي محمد. ونستقبل اتصال جديد ونقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخوي، من معي من تكلمنا؟ معك أحمد عبد الكريم من الأردن. أحمد عبد الكريم من الأردن، الله يحييك ويبقيك أخي أحمد. هل تعرفت على الصحابية لهذه الحلقة؟ الله يسعدك يا رب.
نعم إن شاء الله. الصحابية أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها. الصحابية الجليلة أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها. شاكر لك يا أخي أحمد. نستقبل اتصال الآخر، نقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله أخي الفاضل، من معي ومن وين تكلمني؟ أتكلم معك من السودان. يا مازن محمد أحمد. مازن محمد أحمد، يا مرحبا بالأخ مازن، حياك الله. تكلمني من السودان أخي مازن. كيف أحوالك؟ معي من السودان أيوة. هل عرفت الصحابية لهذه الحلقة؟ اسمها الصحابية أم كلثوم بنت عقبة. نتمنى لك حظا طيبا إن شاء الله. ونستقبل اتصال جديد ونقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي من تكلمني؟ الو أهلا. معك فدوى محمد أحمد من السودان. فدوى محمد أحمد من السودان، حياك الله أختي فدوى. هل تعرفت على الصحابية لهذه الحلقة؟ اسمها الصحابية أم كلثوم بنت عقبة. أم كلثوم بنت عقبة، شاكر لك يا أختي فدوى ونتمنى عليك حظا طيبا. نستقبل اتصال آخر، نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو هل تسمعني؟ ناخذ اتصال آخر، نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله معك. حياك الله، من معي؟ معكم علي جمال. حياك الله أخي علي جمال، من وين تكلمنا أخي علي؟ اسطنبول. من اسطنبول، يا مرحبا حياك الله. هل عرفت الصحابية لهذه الحلقة؟ أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها. أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها. نتمنى لك حظا طيبا إن شاء الله أخي علي. ونذهب وإياكم إلى اتصال جديد نقول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم، يا مرحبا. من وين تكلمنا ومن معي؟ ألو. أيوة معكم أبو بكر عادل من السودان. الاسم الأول بارك الله فيك. ما سألنا والله. الاسم الأول. اسمي بابكر عادل من السودان. بابكر عادل من السودان. هل تعرفت على الصحابية لهذه الحلقة؟ الصحابية أم كلثوم بنت عقبة. أم كلثوم بنت عقبة، شاكر لك أخي بابكري ونتمنى لك حظا طيبا. اتصال آخر وضيف آخر، نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. حياك الله، من معي أختي الفاضلة؟ معك فاطمة محمد أحمد. فاطمة محمد أحمد، من وين تكلمين أختي فاطمة؟ من الخرطوم السودان. يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله أختي فاطمة. هل عرفت الصحابية لهذه الحلقة؟ الله يحييك. أيوة الصحابية أم كلثوم بنت عقبة. أم كلثوم بنت عقبة، نتمنى لك حظا طيبا أختي فاطمة. ونستقبل اتصال جديد ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الفاضل، من تكلمنا؟ معك نبيل أمين علي. نبيل أمين علي، من تكلمنا؟ من تركيا اسطنبول. من تركيا اسطنبول، حياك الله أخي نبيل. هل تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة أو الصحابية؟ إيه فعلا الصحابية الجليلة أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنهم. أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، شاكر لك أخي نبيل ونتمنى لك حظا طيبا. إلى اتصال آخر وضيف آخر، نقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، من معي أخي الفاضل؟ عمر محمد الحافظ. عمر محمد، يا مرحبا بالأخ عمر. هل عرفت الصحابية لهذه الحلقة؟ نعم الصحابية الجليلة أم كلثوم بنت عقبة. تكلمني من وين أخي عمر؟ من السودان. يا مرحبا حياك الله. أم كلثوم بنت عقبة، نتمنى لك حظا طيبا أخي عمر. نستقبل اتصال جديد ونقول السلام عليكم. السلام عليكم. ألو السلام عليكم، هل تسمعني؟ ألو ألو أيوة السلام عليكم.
أهلا وسهلا يا مرحبا. معاك أماني عبد الله عباس من السودان. حياك الله أختي أماني، أهلا وسهلا. هل تعرفت على الصحابية لهذه الحلقة أختي أماني؟ أهلا بك. أم كلثوم بنت عقبة. أم كلثوم بنت عقبة، شاكر لك أختي أماني ونتمنى لك حظا طيبا. إلى اتصال آخر وضيف آخر نقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. من معي؟ ومن وين تكلمني؟ زبيدة سليمان. زبيدة سليمان. من وين يا أختي زبيدة؟ من وين تكلميني؟ من اسكتلند. يا مرحبا، حياك الله. هل عرفتي صحابية لهذه الحلقة؟ أي الصحابية أم كلثوم بنت عقبة. أم كلثوم بنت عقبة، نتمنى لك حظا طيبا إن شاء الله. طيب الإخوة والأخوات، ها قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جموع الناس قد آن الأوان، أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان. إننا قوم خلقنا لا تدع الوقت يمر من بين يديك دون أن تحاسب نفسك يوميا. هل صليت في جماعة؟ هل ابتعدت عن اللغو؟ هل تصدقت على فقير أو مسكين؟